السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ابدأ في اي شيء نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. اما بالنسبة لفيديو النهاردة هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل اقتصادية وموفرة جدا. بأقل كمية من اللحم هنعمل اكبر صينية من المكرونة تكفي الاشباع 10 افراد ويمكن اكتر كمان. كمية بسيطة جدا من اللحم هنضيف عليها بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل البيوت وبعض التكات اللي هتدينا حشو زي ما احنا شايفين، لون رهيب، ريحة وطعم غير عادي. ولو اتكلمنا بقى عن البشاميل يبقى هناخد وقت طويل جدا. لمسات بسيطة جدا هنضيفها على البشاميل هتاخد طعم البشاميل لمكان تاني خالص. لو أول مرة تشوفوني أنا رنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة. ويلا حالا نبدأ. اول خطوه هعملها وهي حشو المكرونه بالبشاميل. كميه قليله من اللحم، حوالي 400 جرام من اللحم وفيها كمان نسبه من الدهون. طبعا كميه اللحم دي بالنسبه للصينيه العملاقه اللي انا عاملاها تعتبر ولا حاجه. الكميه دي عايزه صينيه صغيره، لكن هنضيف بعض الاضافات اللي هتزود الكميه دي وكمان هتاخد صينيه مكرونه يعني غير عاديه يا جماعه. عملت صدمة للحمة، 3 معالق من الزيت سخنتهم كويس قوي في وok كده، وبعدين عملت صدمة للحمة. هبدأ ان انا بهراسة الفول او بمعلقة او باي حاجة موجودة عندك انعم اللحمة كده، مش عايزة فيها يكون اي تكتلات موجودة. بعد كده جبت 3 حبات كبار من البصل وده اللي هيضاعف حجم اللحمة. 3 حبات مبشورين ناعم، عايزة تعملهم بقى في الكبة بالمبشرة بالسكينة حسب رغبتك. المهم انا عايزة الحشو يكون ناعم، مش عايزة يكون فيه تكتلات او فيه حبيبات كبيرة. شوحت كمان البصل مع اللحمة كده لمدة حوالي دقيقتين 3. بعد كده هضيف التوابل وهتكون عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وتوابل اللحمة. ظبطي الملح حسب رغبتك وحسب ذوقك، وكمان 3 ورقات من ورق اللورة أو ورق الغار يا جماعة، بيدي طعم ونكهة غير عادية للحشو. بعد كده بقى هنضيف كوباية صغيرة من عصير الطماطم وعليهم معلقتين من الصلصة. ده السر بقى اللي هيدي اللون الرهيب اللي شفتوه في بداية الفيديو، وكمان بيعزز الطعم وبيدينا حشو رهيب بجد. أفضل حشو بنعمله للمكرونة بالبشاميل هيكون الطريقة دي. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها وهسيبها على نار متوسطة كده لحد ما تستوي تماما. الحشو يا جماعة بتاع المكرونة لازم بيكون مستوي، وانا عن نفسي بعمله كده وبصراحة بيكون رهيب. بعد حوالي 5 دقايق كده هندوق قطعة. لو لقينا لسه البصل بيقرقش واللحمة لسه ما استوتش هنضيف كوباية صغيرة لحد ما يستوي. المهم في النهاية ان انا مش عايزة اي مية يكون في الحشو، تسيب الحشو على نار هادية كده ينشف تماما. نيجي بقى هنا هنرفع حلة على النار فيها مية وفيها معلقة من الملح وهنسيبها على النار كده جنبنا ونعمل البشاميل. البشاميل بقى ضفت حوالي كده معلقتين كبار من السمنة عليهم حوالي 3-4 معالق من الزيت. وهنضيف بقى للصينية العملاقة دي 7 معالق مليانين أو 7 معالق هرمية من الدقيق أو الطحين. لازم كمية الدهون أو المادة الدهنية اللي احنا استخدمناها تكون أكبر أو أكتر من الدقيق علشان ما يحصلش أي تكتلات. بالمضرب كده هنلف كويس أوي لحد ما ريحة الدقيق تقطيع خالص وناخد لون كده أصفر حلو للدقيق. هنقلب باستمرار وعلى فكرة على نار هادية عشان البشاميل ما يتحرقش مننا. واحنا بنقلب كده هننزل باللبن، هننزل عليهم بحوالي 2 لتر من اللبن. عايزة تعملي اللبن خالص ماشي، عايزة تعملي نص لبن والنص شوربة براحتك، او النص لبن والنص مية برضو براحتك انت خالص. المهم ان انا ضفت هنا 2 لتر من الحليب، يعني تضيفي 2 لتر من السائل حسب رغبتك بقى. اعملي الميكس اللي انت تحبيه، المهم ايدك شغالة. التوابل نفس التوابل اللي انا استخدمتها في حشو البشاميل هضيفها هنا، والفلفل الاسود، توابل اللحمه، الملح، وورق الغار. ده يا جماعه بيدي نكهه وطعم للبشاميل، ده في مكان تاني. وبص حاجه يعني روعه بصراحه. لازم نقلب باستمرار، ما نوقفش تقليب عشان الدقيق ما يترسبش تحت والبشاميل يتحرق مننا، ويكون على نار هاديه. القوام بقى هوريك القوام بتاع البشاميل بيكون كده عامل زي الكريمه، يعني مش تقيل قوي ولا خفيف، بيكون قوامه متوسط زي ما انتوا شايفين كده. بالظبط كده يا جماعه.
هنسيب بقى البشاميل كده على جنب، والمية طبعا بتغلي على النار. دي المكرونة اللي انا استخدمتها مكرونة فرن. بما انها صينية كبيرة استخدمت هنا كيلو من المكرونة. يا جماعة في يعني ايه، مش انا مش عايزاكم تسلقوا المكرونة وتركنوها، لا، انا عايزة الاتنين يكونوا مع بعض. لو البشاميل سبقها بسنة مش مشكلة، المهم المكرونة ما تسيبوهاش تبرد، انا عايزة البشاميل يكون سخن وكمان المكرونة سخنة. ضفت هنا كمية من البشاميل في قاع الصينية، وكنت ناوية ان انا ارص قطع حباية في حباية مكرونة، لقيت ان الموضوع يعني طول شرحه، فقلت لا، خلينا كده في الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. نزلت بنص المكرونة في قاع الصينية طبعا فوق البشاميل اللي انا عملته، وهبدأ ان انا ارصه كده كويس. حاول ان المكرونة تفردها في قاع الصينية كلها بحيث ان ما يكونش فيه مكان فارغ. كمان هضيف كده رشة من البشاميل كمان على المكرونة في اللحظة دي كده يعني، بس مش كتير، يا دوب رشة خفيفة كده. بعد كده بقى هنزل بالحشو اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين، مع ان كمية اللحم اللي انا استخدمتها صغيرة لكن ضاعفت حجمها، وطبعا ده يرجع للبصل. اشيل ورق اللورة كده وابدأ ان انا افرد طبقة اللحمة. حاولي تفرديها على قد ما تقدري بحيث ان هي الصينية كلها تكون نفس يعني نفس المستوى. بعد ما فردتها كويس كده هبدأ بقى انزل بنص المكرونة اللي فاضل. زي ما انتوا شايفين المكرونة بتطلع لسه دخان لسه سخنة، انت عارفة بقى لو سبتيها تبرد هتلاقيها مسكت في بعضها والموضوع هيكون صعب شوية. اتأكدي برضو ان المكرونة فردتيها كلها بنفس المستوى. بعد كده بقى هنزل بباقي البشاميل. انا عن نفسي يا جماعه من عشاق المكرونه بالبشاميل، يكون البشاميل بتاعها كتير، مش بحب انا ايه البشاميل يكون شويه والصينيه ناشفه كده، لا بحبها كده زي ما بيقولوا بتلظ بحالها ببعضها. فردت البشاميل كله. بقى الخطوه اللي جايه دي يا جماعه اختياري حسب رغبتكم هنا. انا هنا ضفت على صينيه المكرونه جبنه موتزاريلا، انتوا براحتكم خالص. ممكن بيضة بسنة فلفل كده وتضربوها مع بعضها وترشيها على وش الصينية. وعلى فكرة في ناس كتيرة كمان بتعملها من البيضة في البشاميل وبتلفها في البشاميل وبتضيفه. وفي ناس مش بتحب اصلا تضيف اي حاجة، يعني في ناس بتفضل البشاميل كده على الصينية وبتدخله الفرن، فحسب رغبتك انت. لكن هنا انا استخدمت بصراحة بعشق البشاميل كده لما بنحط عليه جبنة من فوق بيكون رهيب. نرجع بقى للخطوة المهمة في الموضوع وهو التسوية. هنشغل الفرن يسخن كويس وهنحط الصينية على قاع الفرن ونشغل من تحت بس. نشغل يا جماعة من تحت بس، اوعوا تغلطوا وتشغلوا من فوق. من فوق هتلاقي ان هي اخدت لون بسرعة وما لحقتش ان هي تستوي قصدي. فبسيبها بقى في قاع الفرن حوالي نص ساعة عشان كل حاجة تشرب كده من بعضها. وبعد ما بلاقيها كده استوت وشربت من بعضها بعد نص ساعة ببدأ ان انا اشغل الشواية تاخد لون بقى من فوق زي ما انتوا شايفين كده. الريحة يا جماعة لا تقاوم والطعم فعلا رهيب حرفيا. يمكن دي من افضل واحب طرق عمل المكرونة القلبي، زي ما انتوا شايفين كده متماسكة وشكلها اصلا شاهي كده، يحس بيشجعك ان انت تاكليها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشتركوا في القناة. في ناس كتيرة بتشاهد الفيديو من غير ما تعمل لايك. ما تبخلوش عليا باللايك يا جماعة، والله ما هتخسروا اي حاجة. اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.